السلام عليكم. كريم بنزيما يفاجأ المنتخب المغربي بعد الفوز على المنتخب الكندي وتأهله إلى دور ال16 في كأس العالم، ويزلزل أسبانيا قبل مواجهة المنتخب المغربي مع المنتخب الأسباني. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ عطر فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد تأهل المنتخب المغربي إلى دور ال16 بعد الفوز على المنتخب الكندي بهدفين مقابل هدف واحد، ليضرب موعدا مع المنتخب الأسباني في دور ال16 من كأس العالم. فقد صرح كريم بنزيما للإذاعة الأسبانية منذ قليل وقال: الكل كان يعتقد قبل هذه البطولة أن المنتخب البلجيكي والمنتخب الكرواتي هم من سيتأهلوا من هذه المجموعة، ولكن المنتخب المغربي أثبت للعالم أن كرة القدم ليست بالأسماء فقط، وإنما بالكفاح والروح القتالية في أرضية الميدان. فالمنتخب المغربي أثبت للعالم أحقيته في التأهل إلى دور ال16، فأنا أخشى على المنتخب الأسباني من الإقصاء من كأس العالم بسبب المنتخب المغربي. فالكل هنا في أسبانيا كان يعتقد أن المنتخب الأسباني سيذهب بعيدا في المونديال، ولكن بعد الهزيمة أمام اليابان أقول لكم أن المنتخب المغربي لديه القدرة على التغلب على المنتخب الأسباني، لأنه يلعب بشكل جماعي وبه عناصر مميزة للغاية على غرار حكيم زياش وأشرف حكيمي والنصيري ومزراوي وياسين بونو وبقية اللاعبين. وسأله مذيع البرنامج: من ستشجع، أسبانيا أم المغرب؟ فقال: إجابتي هذه ستغضب المدريديين مني وخاصة لاعبي ريال مدريد، ولكن أنا سأشجع المنتخب المغربي لأنني جزائري وعربي قبل أن أكون فرنسي. فالمغرب هي من أحب البلاد إلى قلبي، وأنا دائم الذهاب إلى المغرب، فهم من أطيب شعوب الأرض على الإطلاق، ودائما يساندوني ويدعموني في وقت الأزمات. فالمنتخب المغربي شرف العرب والقارة الإفريقية في هذا المونديال، وأتمنى تأهله إلى نصف نهائي هذه البطولة ليكون أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى هذا الدور. وفي النهاية ادعوا معي للمنتخب المغربي. اللهم انصر المنتخب المغربي على منتخب أسبانيا، وانصر العرب والمسلمين والأمازيغ في هذه البطولة. وفي النهاية لو أنت محب للمنتخب المغربي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.